مساء الخير، صباح الخير يا برج السرطان. توقعات برج السرطان النصف الثاني من شهر أكتوبر 2025. ما تنسوا من فضلكم تدعموا القناة. أوكي، هادو طاحوا كاملين مزيان. برج السرطان، أول حاجة هنا في تبشيرات مبشرات، الحمد لله. برج السرطان، هنا أراكم غتستردوا أموال تخصكم، مستحقات مالية غادي تشدوها ان شاء الله. غيكون عندكم واحد الشعور بالرضا في وضعكم الحالي، غتكونوا مرتاحين جدا جدا جدا. البعض منكم غادي يبدا ينفذ افكار عمليه وان شاء الله غتكون على ارض الواقع ان شاء الله. البعض منكم غيفكر بشي اتجاه جديد، في عمل جديد، مشروع جديد، ولكن يقدر يكون مشروع سري حاليا، بعد ذلك ستفصحون عنه. لان كتبنيو ستفضلون انكم تتكتمون على اسراركم، وهذا جيد جدا. امور مهنيه هنا تتكتمون عليها حتى تستقر اموركم المهنيه والماليه، جيد جدا هذا الامر. عندكم استفاده من العلاقات، مثلا شخص سيوقف معكم حتى تتوظفون، تجدون عمل، تسددون ديونكم، او حتى غتحققوا ان شاء الله مكاسب. ان شاء الله ناس غيوقفوا معكم. البعض منكم غيجمع بين عملين، بين وظيفتين، مثلا في الصباح وفي العشيه، يعني تشتغلون صباحا وتشتغلون مره اخرى مساء. علاش؟ لان بغيتوا تزيدوا الدخل اكثر. جايكم خير ورزق، بمعنى تعويض رباني، تعويض مالي الى مرتوا بشي خساره سابقه وكان عندكم ضغط مالي. خاصه في ربما يكون تعويض عقاري هنايا، مثلا تعويض شي حاجه عقاريه ربي غادي يعوضها لكم. اوكي، البعض منكم غيكتسب مهاره جديده، تدريب جديد، مهاره جديده، غتعلموا شي حاجه جديده أو باش تفيدكم ماليا، او غادي تطوروا موهبه او ستطورون خبره معينه. فهمتوني؟ فرص العمل قويه جدا، فرص السفر قويه جدا. يقدر غادي يجيكم عرض من جهه بعيده. اوكي، او ربما تتعاملون مع جنسيات مختلفه يا برج السرطان. اوكي، كيبان لي هنا البعض عندكم مصروفات على امور صحيه. اوكي، او مصروفات على سفر. اوكي، يا اما انفاق على الصحه، او انفاق على السفر، او انفاق على تغيير اثاث المنزل او ديكور المنزل. اوكي، اياكم وكثره الاسراف الزائد، سواء الانفاق على الحب وعلى العاطفه او الانفاق على العائله المفرط. هذا الشيء لا، هادشي غيضرك، فانتبهوا. ربما تجيو تلقاو مصروفات كثيره عليكم. اوكي، انتبهوا لهذا الامر، لا نريد كثره البعزقه في الاموال. بالنسبه للامور العاطفيه، كتبان لي مركزين على البيت، على الاسره، على مشاكل مقربين، ربما غتحلوا شي مشاكل بينكم وبين احد المقربين. كاينه استعدادات قويه لزواج، ارتباط، أو تستعدون لمناسبة أحد أقربائكم، مناسبة تخصكم أو تخص أحد المقربين منكم، خطوبة، زواج، ارتباط، كل هذه الأمور. وللبعض هنا كتبان لي أنكم حاليا البعض منكم في علاقة ثلاثية أو علاقة معقدة، وبسبب هذه العلاقة الثلاثية أو هذه العلاقة المعقدة ربما تفكرون في أنكم تستشيرون أشخاص بسبب هذه العلاقة الغير الواضحة، لأنكم تريدون حل. أوكي، والبعض منكم هنا عنده حسم لعلاقات معلقة، خاصة مع أبراج صعب، ماشي في نفس الاتجاه ديالكم. مثلا أكيد الأبراج النارية والهوائية هنايا ربما كيتوافقوش معكم، فربما غتحسموا علاقات مع هاد الأشخاص صافي، يعني والله أعلم. خاصة العلاقة المعلقة المتعبة. عندكم أيضا هنا صلح وتواصل جديد، صلح مع شخص كنتم مشاكل بينكم وبينه في عودة. غادي يدخل لحياتكم شخص ناري، هنا شخص ناري سيدخل حياتكم يا برج السرطان، شخص جديد. ما تتبعوش الابراج، ولكن هناك طاقه يعني هنا. اوكي، غيكون عندكم ايضا اهتمام بالمظهر، بالشكل، بالتزيين، وما تمشيو لصالونات التجميل، العنايه بالشعر، العنايه بالبشره. في شخص هنا نادم ويريد العوده، او يفكر فيكم في كارما حاليا حول شخص ناري
غالبا ناري والعلم عند الله، ربما أتعبكم، ربما سبب لكم مشكل في السابق، حاليا عنده كارما، في كارما حوله حاليا ويفكر فيكم حاليا، يفكر بسبب الألم الذي سببه لكم. عندكم لقاء مع شخص مائي. أوكي. غتلتقوا به، يقدر يكون المهم شخص هنا جديد او قديم، ولكن فيه لقاء مع شخص هنا ذو طبع مائي. اوكي. ايضا كتبان لي غتفكوا التعلق مع شخص بشكل نهائي، مع شخص شنو نقول لكم، شخص هنايا من الماضي ستفكون التعلق به، لانه ما يقدر يكون هما الشخص الناري اللي شفت. يمكن لهم هنا عندكم فك التعلق اللي حاليا يعاني من علاقه متعبه، وفي الماضي وفكر ويعرف ان علاقه متعبه ستفكون التعلق بها بشكل نهائي. ممكن بزاف ديال اللقاءات، عندكم لقاء مع شخص مائي. البعض منكم ممكن يغير المنزل، تغيير المكان، تغيير السكن. انتبهوا من توتر وسط العائلة. البعض منكم عنده أشياء زوينة في العائلة، خطوبة، زواج أحد أقربائه، أو هو يحضر مناسبة، أو أنتم عندكم مناسبة. والبعضكم عندكم توتر اللي ما عنده لا خطوبة، ناس كبار في الأعمار أو متزوجين ما يهتم بالأمور العاطفية. فانتبهوا، عندكم توتر عائلي، كلام مزعج من طرف مقرب منكم، الحماة، اخت الزوج، اختك، مع شي حاجه عندكم هنا توتر عائلي، ربما شي حد لسانه طويل، فشي واحد من عائلتكم دائما يقول كلام جارح، على العلم عند الله، لكن في طرف مزعج قريب منكم كلامه جارح. فانتبهوا من هذا الامر، يقدر يكون هوائي او ناري، الله اعلم. انتبهوا لهذا التوتر لانه يريد ان يكون لا يتضخم. عندكم حنين قوي 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 جدا لشخص قديم أو صديق، نقولوا صديق قديم عندكم حنين له. لكنكم مترددين في أنكم تتواصلون معه، تقولوا لا، فهمتوني. شخص هنا ذو طبع ترابي، وتخوض ديني، شخص هنا يراقبكم ويريد أن يتواصل معكم بقوة. جديد، فهمتوني، يقترب منكم. وهذا الشخص يدافع عنكم بسبب شي حاجة، ربما قيل عنكم شيئا ما، وهذا الشخص يدافع عنكم لأنه سمع كلام غير جيد، وسمع سوء تفاهم أو شي حاجة، فهو يدافع عنكم. المهم هنا في عروض، صراحة في عروض كتير، العروض العاطفية كثيرة كثيرة يا برج السرطان. أتمنى لكم الخير، الصحة والعافية، وشكرا لكم.